الغفران هدية يمنحها الإنسان لنفسه. شوفوا هالعبارة قديش فيها معاني. انتوا دائما مع برنامج المسامح كريم. عندنا قصة من المملكة العربية السعودية اليوم، قصة هيك خلاف بين صديقين تاجرين، رح منحاول نحلها، ولكن قبل نستقبل صاحب المبادرة سلطان. اهلا سلطان، كيفك حبيبي؟ اهلا، تفضل تفضل سلطان. تخيلتك هيك كبير وشيبه وكذا. سلطان اهلا وسهلا فيك. الله يحييك ان شاء الله. طمنا عنك سلطان. اللهم لك الحمد لله ماشي. شو اخباركم؟ تمام الحمد لله. كيف نشاطك حاليا؟ تجاره. بالتجاره بعدك؟ تجاره. انت وين بالمملكه مقيم؟ في مكه المكرمه. في مكه المكرمه. في مكه المكرمه. جاي من مكه المكرمه ان شاء الله. يا اهلا وسهلا فيك. الله يحييك ان شاء الله يا رب. وبدي اخبركم خبريته لسلطان. سلطان عنده قصه مع صديقه ماجد، صديق عمره. بقى سلطان حب انه يعني كل انسان طموح، بقى حب انه يوسع اشغاله شوي ويفتح شركه تجاره. ما كان معه المال الكافي، كان ناقصه شويه فلوس. فكر بصديقه ماجد، قال هو الانسب انه يتشارك معه ويعملوا هذه الشركه. انشأوا الشركه، مش الشغل. بعدين يعني ما بعرف شو اللي حصل. ماجد طلب انه يفسخ الشركه. ماجد لا والله ما طلب يفسخ الشركه، بس كل سنه بندفع انه هو مبلغ ونطلع نجيب بضاعه يعني. فجاء موسم رمضان اللي جاي على العيد، فلازم اجيب بضاعه يعني. فكلمته على اساس انه ندفع انه هو ونطلع نجيب بضاعه يعني. فهو اعتذر لانه ظروفه الماديه كانت شويه مش كويسه. نعم. فاضطريت اني اسلف وطلعت جبت بضاعه ورجعت ثاني. فلما رجعت لازم من الارباح اسد الناس اللي تسلفت منها. اكيد. ايوه، فهو الله يصلحه ويهديه يحسبني اني ما بدي من الارباح او حاجه يعني. فصار سوء التفاهم يعني. شك فيك. بالضبط. ظن انه انت مش عم تعطيه حقه. نعم. شو صار؟ شو حصل؟ والله فض الشراكه هو فجاه كده ما شفت يعني، ما ادري فين راح. اخذ فلوسه؟ لا ما اخذ فلوسه، سابنا ومشي يعني. سابك ومشي. سابنا ومشي. وما عاد شفته؟ ما عاد شفته. لكم سنتين، في قطيعه سنتين بينك وبينه؟ تقريبا 4 ولا عاد سمعت باخباره ولا اي شيء؟ والله من الشباب اسمع اخباره يعني. بس هو موجود في مكه؟ في جده هو موجود. موجود في جده. في جده. وانت في مكه؟ انا في مكه. انت في مكه. طيب انا بشكرك اولا على ثقتك، وبشكرك انك جيت على البرنامج، لانه راغب انت انه ترجع العلاقه بينك أكيد وبين ماجد. اكيد لازم. انت مخطي شيء؟ انت حاسس بخطا تجاه ماجد؟ والله العيش والملح، لو ماني حاسس بخطا يعني لازم احس بخطا يعني. نعم. لازم احس بخطا يعني، لو مني ما زعلته فالصحبه تفرض علي اني لازم احس بخطا. طيب بما انه صاحبك وبتعرفه منيح، كيف اخلاقه هو؟ كيف اطباعه؟ كيف؟ والله ما شاء الله تبارك الله انسان مره كويس محترم خلوق جدا جدا الى ابعد الحدود يعني. نعم. مره خلوق يعني. نعم. شو بتتوقع منه؟ بتتوقع انه يتجاوب معك؟ نقول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. يا سيدي نحن انا قمت بما علي، ارسلنا الكتاب الى ماجد، وخلينا نشوف كيف تسلم الكتاب، شو كانت ردة فعله. تفضل. احنا في جدة يا جورج، مشوارنا حيلبس ساعتين. أنا من برنامج جورج، هذه دعوة حضور لبرنامج جورج قداحي. ماجد معنا يا جورج. ماجد وافق، وماجد موجود في الخارج بينتظر إشارة مني بس لحتى أختصر لكم القصة.
اللي حكيتها انا وسلطان. سلطان هو صاحب الدعوه. سلطان فتح شركه تجاريه بينه وبين ماجد. ماجد كان صديقه وصديق عمره، بقى كان محتاج شويه فلوس، قال بدخل ماجد. دخل ماجد، ولكن صارت الامور بشكل بعكس ما تشتهيه السفن. اختلف الصديقان، فرطوا الشركه، ماجد توارى عن الانظار، ما عادوا شافوا بعض. الان جاي سلطان لحتى يستعيد علاقته مع ماجد ويرجعوا من جديد أصدقاء. بقى بدي انده الأخ ماجد. أهلا بماجد. أهلا ماجد. الله يخليك. أهلا وسهلا فيك. تفضل حبيبي، الله يحييك. كيف أحوالك؟ الحمد لله. كيف تركت لنا جدة؟ والله تركتها وهي حر. حر أكيد، حر. بلش الحر عندكم بدري. أكيد. جدة يا مرتع الغزلان، كيف بتغنوا لها انتم؟ عروس البحر جدة. عروس البحر. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. طمني عن اوضاعك، عن اخبارك، كيف هالتجاره معك؟ والله بخير الحمد لله. شغال في جدة، عندي محل تعقيب دوائر حكومية. حلو. في جدة الحمد حلو. لله. امورك ماشي؟ امور الحمد لله كويس. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انت يمكن عم تتساءل شو سبب مجيئك الى هون. بقول لك للصراحه انه انا سعيد شوفك هون، بس مش انا صاحب الدعوه. انا ضيف مثلك بالاستوديو. في واحد هو صاحب الدعوه، هو دعاك. تحب تعرف مين؟ هنا؟ دعاك هنا. يمكن عامل لك مفاجاه. تحب تعرف مين هو؟ والله ليت انا متشوق اني اشوفه. متشوق اشوفه. اطلع بهالشاشه بالاول. لو عارف اني جاي من جدة ما كنت جيت عشان دش. لا ما كنت ما جيت. ما كنت جيت. ما هجي. انا بقول لك الصراحه معك حق، بس هو شوف، هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. المسامح كريم، بس في اغلاط تسامح فيها وفي اغلاط ما تسامح فيها. انت حر، انت اللي بتسامح او ما بتسامح. انت اللي بتسامح. صاحب العلاقه او بيسامح او ما بيسامح. اكيد. هذا الشخص هو يعتبر حاله انه يمكن اخطا، يعتبر حاله انه صار لازم، يمكن بحكم الصداقه بينكم. خطأ فادح. طب هلا بنعرف شو الخطا. انا ما عرفته بعد شو الخطا. انا عرفت انه انا قال لي فضوا الشركه وما شركه وكنتوا اصدقاء، بس هلا بدي اشوف فداحه الخطر، فداحه الخطا. بس يعني تكبد عناء السفر لهون واجا، وامام الملايين جاي يقول لك انا تكبدت خطا، ويعترف بذنبه وبخطأه ويطلب منك السماح. ذنبه ما ينغفر. ما ينغفر. ذنبه شخص يدخلك في ديون. اللي شو عمل لك؟ يدخلك مشاكل. اللي ماشي بيني وبين هذا الشخص. نعم. شراكه في محل ملابس. نعم. انا استلفت من البنك يمكن حدود 60,000. نعم. خشيت شراكه معه. نعم. غلطتي اني اعتبرته اخ. نعم. واعتبرته صاحب، واعتبرته اقرب من قريب لي. نعم. ما سويت معاه اوراق، يعني كان هو صاحب، هو الاسم المحل باسمه. فجأة أنا جتني ضيقة مالية، ما قدرت أدفع معاه. اللي بضاعة جاية راح كذا جاي منه. مزبوط، قال إنه رايح يجيب بضاعة برمضان. ما قدرت أدفع معاه. نعم. فجأة كذا مو راضي يديني أرباح، مو راضي يديني فلوسي، مو راضي يدي شراكة بيني، يقول ما بيني وبينك شراكة. هذا جزاتي. لا. أنكر إنه قال لي أنا ما بيني وبينك شراكة. هذه جزاتي إني أنا أخش معاه شريك. ويعني أدخل نفسي في ديون، والآن أنا دخلت في ديون زيادة أكثر بسببه. الان انا ديون زادت علي. انا رحت سلفت من الناس، انا ما كنت ابغى اسلف منها، ما كنت ابغى اخذ منها، خلاني اروح اسلف من الناس. الان انا طحت في الديون بسبب هو بعث لك رساله، راح بقرا لك اياها بعدين بنتابع الحديث انا وياك. بس حب هيك يمكن تقتنع فيها، يمكن ما تقتنع فيها الرساله، بس اسمعها شوي خلينا نشوف. بيقول لك: اخي الحبيب وصديقي الاعز ماجد، كيف حالك يا صديقي؟ عامان وأنت ترفض أن نتحدث، وأنا أعذرك في ذلك، وربما لهذا جئت إلى هنا في برنامج المسامح كريم، لعلك تسمعني ولعلك تقدر أنني جئت أصالحك أمام الكاميرات في محاولة مني لرد كرامتك. صديقي ماجد، لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ولو علمت أنني سأخسرك
بسبب المال والمشاركة في العمل لما جعلتك تشاركني من الأساس، وعموما فقد تعلمت الدرس، وصداقتك عندي أغلى من كل أموال الدنيا. يا ماجد، أنا أعتذر لك وأرجو منك أمام الجميع أن تعفو وتصفح الصفح الجميل، وأن نعود أصدقاء مثل ما تعودنا، فأنت نعم الصديق. سامحني والمسامح كريم. ايش رأيك بالكلام؟ والله ما انا عارف شو. انت بركي عنده ظروف، بركي كان عنده ظروف معينة. يبلغني فيها. خلينا نسمعه. يبلغني فيها. سلطان. اهلا سلطان، انا قريت له الرسالة لماجد، وماجد مثل ما شايفه انا يبدو عليه انه رجل خلوق، مثل ما انت وصفت لي اياه، على كل حال هو وصفك بهذا الوصف. قل له اللي بدك تقول له اياه. يعني هل صحيح انك اكلت عليه فلوسه الرجل؟ والله ما اكلت، بس هو لا اكلت. فهم يعني. لا اكل. اتفقوا على النقطة، اكلت او ما اكلت؟ ما اكلت، بس هو فهمني غلط يعني يا استاذ. اشرح له طيب، قل له هذه فرصة انك توضح. فهمت غلط في ايش؟ فهمتني غلط لما ما رضيت، يعني صارت لك ظروفك وما دفعت معي الفلوس، فاضطريت لي انا لي ارباح، انا دفعت معك 60,000. طيب اوكي لك ارباح، خلاص لي ارباح، تجيني ارباحي، تجيني فلوسي. اوكي لك حديك فلوسك يعني ما اختلف، بس لازم اسد الناس اول حاجه يعني. وانا يعني طب انا يعني من برا جايبني؟ الا انت اخوي لازم تستناني، يعني لازم اسد الناس. اذا انت ما تستناني وتصبر علي، مين اللي حيصبر علي؟ الغريب حيصبر علي مثلا؟ ماجد طلع فيه، ليش ما بتطلع فيه ماجد؟ انت انظر عليه بالشاشه فوق، انظر له اطلع فيه. ايه قل له. انا طيب ارباحي ايش اسوي فيها اللي عندك؟ حتجيك يا ماجد ان شاء الله، ما تشيل همها، يعني قلت لك. ايش يثبت لي انها تيجي؟ كيف يا سلطان رح تجي؟ اكيد اذا انا وياك كنا شراكه ما بيننا وبينه ورق وجحدت فيه وقلت لي ما عندك شيء، انا الان ابغى شيء يثبت لي، ابغى شيء يثبت لي انه انا فلوسها ترجع لي، شوف ارباحها ترجع لي. اللي تبغاه، لو اي شيء تبغاه انا راضي اني اسوي لك هو، يعني ايش تبغى تشوف الشيء اللي يرضيك يعني يقنعك؟ انا تكتب الان ورقه قدام استاذ جورج انه ترجع لي كل ارباحي. ابشر الان شيء غالي، تكتب الان واسلمها الان والان. قديش فلوسك؟ الشيء ذا يعني؟ قديش فلوسك ماجد؟ حدود 100,000. تكتب لي الان مع الارباح؟ مع الارباح. مع الارباح. يا سلطان عم بيقول بحدود 100,000. صحيح. انت جاي بدك تصالحه اكيد، وبدك تسترجعه صديقك اكيد، وانت عارف انه في متوجبات عليك. اكيد اكيد انه الرجل ما اخذ حقه. بالضبط. وانت سالتك انا شو صار، قلت لي ساب ترك وراح وما عندي خبر عنه. صحيح. لانه ترك زعلان، حس انك الفلوس اللي حطها بالشركه راحت، وبعدين في عنده ارباح ما اعطيته اياها. البضاعه اللي جبتها تاجرت فيها برمضان ربحت فيها ولا لا؟ صحيح اكيد. طيب فاذا هلا عم بيطالبك بده ورقه الان مو مشكله. هلا بتعمل له ورقه؟ هلا بعمل له ورقه. طيب خلص عمل له كانه عمل لك الورقه، يعني هلا بس تطلعوا من الاستوديو نعمل الورقه. اذا ما وفى بوعده في ربنا فوق. طبعا في ربنا، عارف انه في ربنا هينتقم، هياخذ حقي زي ما اخذت حقي. انا ما اخذت حقك، انا لو باخذ حقك يا ماجد ما كنت جيت ابغى اصالحك. انت تعرف دعوه المظلوم انها مستجابه. اسمع انا لو ما برد لك حقك ما كنت جيت ابغى اصالحك يعني. هذه النقطه. قال لك لولا ليش مش خليني اجي عاوز من اعطيك جده حقك للسعوديه الان عشان اصالحك يعني؟ كنت اكلت حقك وما جيت يعني. والله احتراما للجمهور والجورج انا كنت همشي. لا مش حنخليك والله احتراما لهم وتقديرا لهم. بس ليك ماجد يعني هو عنده شعور صداقه تجاهك. صحيح انه في خلاف مادي، بس في شيء ابعد من الماده، انه بيعتبرك صديق، وهو فعلا حكى عنك كلام كثير جميل قبل ما تجي، لانه انا استنطقته واخذت منه شويه معلومات، خبرني وحكى عنك حقيقه صفات جيده جدا، حتى هو كان متفائل وقال لي انا مثل ما بعرفه بده يسامح. بس هلا في شيء انه حقك لازم يوصل لك، حقك لازم يوصل لك، راح يوصل لك حقك. فوق الحق بدك تسامحه ولا لا؟ والله ما خلى طيب ليش عم تبكي اذا كان ما بيعني لك شيء هذا الانسان؟ فاذا بيعني لك بعده.
جرحك، انما المشكله انه شو؟ انه يعني عزيز عزيز من يوم ما ولدته معي في الحاره. تفضل. اهلي يعرفوا بعض يعني. نعم. هذا اللي قهرني، يعني الاخ عزيز علي يكون صاحبي، صح، ياخذ مني. سيدي ما نحن الانسان ضعيف، نحن بشر. انت مش ضعيف يا ماجد، ما بتوقع باخطاء، ما بترتكب اخطاء. يمكن احيانا منك ظالم ناس تانيين مثلا، يمكن لا، بس انه احيانا النفس اماره بالسوء، هذا بشر. ولكن خططه المهمه ومبادرته المهمه انه اجى على استوديو امام الملايين، اجى يقول لك انا بدي اعتذر منك واعطيك حقك، بس بدي ارجع انا وياك اصدقاء. شو بتقول له؟ بتقول له روح تبا لك وما بدي صداقتك؟ انا علموني على الكرم والتسامح. التسامح بدك تسامحه يعني؟ والورقه بنعملها برا. إذا بدك تسامحه بتقول له أنا سامحتك والمسامح كريم. أنا والله سامحته لوجه الله الكريم، بس جزاك الله خير. أبتغي من الله أجر، ما أبغى أكثر من كذا. ما هو هيك، هذا المسامحة، هذا الهدف منها. سامحته؟ الله يسامحك. الله يسامحك. والمسامح كريم. الله يسامحك. يلا. هو طيب كمان. الله يوفقكم. يعني معقول ترجعوا الشراكه؟ هذه يبغى لها تفكير. يبغى لها تفكير. يبغى لها تفكير. صعبه يعني، قصد بدنا نفكر فيها. هذه يبغى لها تفكير. انا بشكرك سلطان على شجاعتك وعلى يعني كرم اخلاقك انك جيت لهون وثقتك فينا. شكرا لله. بس بدك تكمل هذه الاخلاق. اكيد. انت وماجد. اكيد. في له حق عليك. ماجد ان شاء الله. شكرا حبيبي. شكرا على كبر قلبك، وان شاء الله ترجعوا سوا بالسلامه على جده، تتفقوا مع بعضكم. هلا قعدوا برا ساووا هالورقه والله كريم. شكرا جدا. تفضل من هون. تفضل. رجعوا أصدقاء، بيرجعوا سوا على جدة. نحن بنلتقي بقصة جديدة مع برنامج المسامح كريم.